السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، كاين واحد التنبيه مهم وخطير جدا، راني نكرر نعاود، التنبيه مهم وخطير جدا. شاهد المقطع حتى النهاية، صدقني لا تندم، وشارك المقطع على الأقل في الصفحة نتاعك، والله في أي مجموعة يستفاد جميع إخوانك وخاصة أمهاتنا مساكن. ما نطولش عليكم. الاختصاص نبهونا إذا كنا خاطئين، وبارك الله فيكم. ما نطولش عليكم إخواني. دائما عند فتح حنفية الغاز، بارك الله فيكم، افتحوا الحنفية كليا هكذا، ما تفتحوش الحنفية في النص، افتحوا الحنفية كليا، لأنكم إذا فتحتم الحنفية في النصف يكون تسرب الغاز، وأنتم تعلمون أن أغلب الانفجارات التي تقع سببها تسرب الغاز. ما نطولش عليكم. كاين واحد الطريقة راح نجربوا بها تسرب الغاز، لكن لا أنصح بها أي أحد، لأنها طريقة خطيرة، وراح نغامر الآن، راح نغامر باه تشوفوا انتما وتفهموا. وإذا أردتم التأكد من تسرب الغاز ما ديروش هذه الطريقة، جيبوا الماء والصابون وبارك الله فيكم. نبدأ على بركة الله، بسم الله. هذه الطريقة الصحيحة، قلنا لا يوجد تسرب غاز. هذه الطريقة الصحيحة، لا يوجد تسرب غاز. هذه الطريقة الصحيحة، لا يوجد تسرب غاز. هذه الطريقة الخطيرة، شاهد الله المستعان، الله المستعان. هذا مغلق، الحنفية الآن مغلقة، لا يوجد تسرب. الحنفية مفتوحة، لا يوجد تسرب. الحنفية في النصف، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. الحنفية مفتوحة، لا يوجد تسرب. الحنفية، الله المستعان، الله المستعان. الحنفية مغلقة. وإذا أردتم خفض سرعة الغاز عليكم بالطابونة ولا الريشة كما نقولوا، ونذهب إلى الجهة الأخرى بما ما نطولش على خاوتي. هذا الحنفية الثانية، هذه الطريقة، هذه مغلقة هكذا. الطريقة الصحيحة لا يوجد تسرب. الطريقة الخطيرة يوجد تسرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.